اهلا وسهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده حلقه جديده من حلقات المثل المصري واخوه العربي. والمثل المصري بيقول اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه. وطبعا المثل النهارده نظيره من اخواتنا المغرب، من بلاد المغرب. وطبعا هنعرفهم من خلال الحلقه. اسمعوا الحلقه وان شاء الله تعرفوهم. المثل المصري بيقول ايه؟ بيقصد انك تعمل اللي يريح صاحب القرار حتى لو شايف رأيه غلط، لان في النهاية هو المسؤول، هو اللي هيتحاسب. والحكاية كان في خيال اسمه سالم بيشتغل عند واحد تاجر مواشي، والتاجر قال يوم السوق اربط الحمار جنب الزريبة. سالم شاف ان المكان ضيق وقال لا، هربطه تحت الشجرة. فطبعا حصل ليه ان الحمار هرب وعملوا مشكلة. التاجر قال انا قلتلك اربطه مطرح ما انا عايز، اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه. يعني حتى لو انت شايف حاجة غير كده، هو صاحب القرار، هو اللي هيتحاسب، وهو اللي هيشيل المسؤولية. طيب، والمثل العربي اللي من المغرب بيقول ايه؟ العبد في طاعة سيده. وطبعا يعني الحكاية بتاعت المثل العربي بتقول ان في خادم اسمه خليل بيشتغل عند تاجر كبير اسمه الحاج منصور. وفي يوم الحاج منصور طلب من خليل يروح يشتري قماش من السوق، والحاج قال له هات النوع الغالي حتى لو السعر عالي، انا عارف السوق كويس. خليل شاف ان في نوع تاني ارخص وشكله حلو، فاشترى على مزاجه، وقال في نفسه انا كده بوفر له اكتر، هيفرح. لكن لما راح للحاج منصور غضب وزعل وقال له انا ما طلبتش رأيك، العبد في طاعة سيده. ومن وقتها اتعلم ان الطاعة في حدود الادب والاحترام، لكن لازم يسمع كلام المسؤول. وكده الحكاية خلصت. لو عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، واستنوني في حلقة جديدة. كانت معاكم جدة مالك، سلام يا حبايبي.